والله انا مكسوف وانا جاي اقول لك المعلومه دي، بس تعرف ان الكعب كان معمول اساسا ليك مش ليها. في القرون الوسطى وتحديدا في بلاد فارس اخترع الناس اختراع جميل جدا، وكان الاختراع ده جزمه بكعب، ولكن كانت مصممه ومخصصه للرجال. لا ومش لاي رجال، ده كانت مصممه للمحاربين، يعني اجمد ناس في البلد. ولما فكروا في الفكره دي قالوا سبب مهم جدا يخلي الرجال المحاربين يلبسوا جزم بكعب. قال لك ان الجزمه اللي بكعب بتخلي المحارب وهو راكب على الحصان تخلي رجليه ثابته جوه الركاب، فمش هيقع بسهوله. ولحد القرن ال15 بدا يكون في بعثات سياسيه وثقافيه بين اوروبا وبلاد فارس، فالاوروبيين والفرنسيين تحديدا عجبهم قوي نوع اللبس ده، فراحوا واخدينه وبداوا يصنعوا زيه عندهم. وفي الوقت ده تحول الكعب من اداه بيستخدمها الجيش لجزمه بيلبسها الناس، وده كان في عصر ملك فرنسا لويس ال14. بس بيني وبينك كان في اسباب مهمه عشان لويس ال14 يتبنى الموضوع ده، لان لويس ال14 طوله ما كانش بيعدي ال 165 سم، فهو كان بالنسبه له الكعب حياه او موت، اكون او لا اكون. فضل موضوع الكعب مخصص للرجاله لحد النص الاول من القرن ال17. وقتها ظهرت موجه كبيره في ان الستات بقت تقلد الرجاله في لبسهم، بقوا يلبسوا القبعات بتاعتهم ويقصوا شعرهم، واكيد ما سابوش الكعب. بس بيني وبينك الستات حطوا التاتش بتاعهم، لان وقتها الكعب اللي كان بيلبسه الرجاله كان عريض، فلما جت الستات خلته نفس الكعب بس الكعب رفيع. وكل ما الوقت يعدي كانت الرجاله بتبطل تلبس الكعب لحد سنه 1740، والحمد لله خلصت الظاهره دي خالص عند الرجاله، بس لسه مكمله عند الستات. تفتكر بقى ممكن نلاقي الرجاله بتلبس كعب طويل تاني قدام؟ سلام.